صباح الخير او مساء الخير ايا كان الوقت اللي الفيديو ده وصلك فيه. في الفيديو ده انا هشارك معاكي شوية نصايح تربوية اللي سهلت عليا يعني لحتى الان امومتي الحمد لله. يعني اتمنى ان الفيديو فعلا يفيدك واتمنى ان انت تكملي الفيديو. اول حاجة، الطفل مش بيسمع اوامر، الطفل بيقلد. ودي الصراحة أول حاجة خلتني يعني ربتني من أول وجديد، لأن أنا طول الوقت تحت المراقبة، في حد بيراقب كل ردود أفعالي، أنا بتصرف ازاي وأنا متعصبة، أنا بتصرف ازاي وأنا هادية، أنا بضحك ازاي، أنا بهزر ازاي، أنا بقول ايه عاداتي، ايه تصرفاتي، رميت ورقة في الأرض، رميتها في الباسكت. هو قاعد طول الوقت بيجمع معلومات عني وبياخد الطريقة اللي المفروض هيتعامل بيها مع الحياة مني انا يعني. فبحاول قد ما اقدر ان انا اتخلص من كل عاداتي السيئه، وان انا اكون نموذج يستاهل يتقلد يعني بالنسبه لابني. لان طبعا كل حد فينا بيتمنى ان ابنه او بنته ان هو يكون احسن منه، وربنا يا رب يسهل علينا احسان رعايتهم وتربيتهم. وفي فرق كبير قوي ما بين الرعايه والتربيه. الطفل لو نومه مش مظبوط بيكون في حركة زايدة، بيكون في عصبية، بيكون مود مش كويس. فاهتمي بان نوم الطفل يكون مظبوط، عشان ده هيتبني عليه حاجات كتير في تربيته، في كل حاجة يعني. فانا نزلت المفروض فيديو ان انا مش عارفة المفروض الفيديو ده انزله الاول ولا ما علينا من القصة دي. بس في فيديو على قناتي هتلاقيه يقولك ازاي تنيمي الطفل، او ازاي الرضيع يعني ازاي تنيميه ونظام نومه، وازاي تنظمي الموضوع ده. كلميه من اول يوم، كلميه من اول يوم، قولي له كل حاجه باسمها، اوصفي له انت بتعملي ايه. ده طبق احنا بناكل فيه، دي سجاده عشان تحمي الارض، اي حاجه جت عينه عليها قولي له دي ايه بتستخدم ليه. انا فاكره ان في مره واحده قريبتي دخلت عليا لقيتني قاعده بكلم ابني اللي عنده شهرين عن المجموعه الشمسيه، وان الشمس بتدينا فيتامين د والكواكب، وبصيت لي كده انتي مجنونه. لما ابني كبر يعني انا مش عايزه ادخل في تفاصيل شخصيه، ربنا يحميه يا رب ويبارك لي فيه، بس صدقوني بيفرق جدا جدا جدا. حتى لو انت حاسه ان انت بتحرسي في البحر كما يقال، بتعملي مجهود، لا المجهود ده مش هيضيع، هيبان، هيفرق في تواصله، في تطوره اللغوي، في تفكيره، في كل حاجه. ان انت تتواصلي معاه، تمثلي له، تغني له طول الوقت الاغاني بتاعت الاطفال طبعا، يعني اللي هي الاغاني اللي فيها فكره. يعني انا ابني اليومين دول ماسك اغنيه اسمها دوها يا دوها، دي تهويده نوم. هتحس ان هي فيها سلسال كده، فيها فكره، بتوصف حاجه، وكل حاجه جاي منها حاجه. فده هيساعدك جدا فوق ما تتخيلي، وهيفرق معاكي جدا. فكلميه من اول يوم، وصفي له كل حاجه، كلميه اكنه شخص كبير. بس حاولي ان امكن يعني في امكانيه انت تجيبي الكروت في الاول الرضع، اللي هي الابيض في اسود، او اللي فيها الوان متباينه، دي بتسهل عليكي التامي تايم اللي هو الوقت بتاع البطن. وكمان بتحسن التواصل البصري عند الرضع. معلومه انا عن نفسي عرفتها متاخر قوي ومعدتش محتاجاها، بس قلت اقولها لك يعني لعل وعسى، ان الاطفال ليهم لغة اشارة. يعني تاكل، تشرب، في لغة اشارة للاطفال، مش خاصة بالصم والبكم بس، لا هي لغة اشارة للاطفال حديث الولادة، بحيث ان انت كل كلمة او كل فعل او حاجة تربطها له بحركة، هو يحاول مع الوقت ان هو يعملها، ده عشان يعرف يعبر لك عن احتياجاته، الى حين ان هو يتحرك يروح يجيب مثلا المية بنفسه، او ان هو يقول لك انا عايز اكل، عايز اشرب، بو كده يعني. فدي بس بتقلل فرص الزن والعصبية، وبتسهل عليكي التواصل او تفهمي احتياجاته، وده طبعا هيقلل العصبية. معلومة تانية برضو عرفتها متأخر قوي، بس مش عارفة الصراحة، انا حتى لو كنت عرفتها بدري كنت هستخدمها ولا لا. بس عارفين الامهات اللي بتقولك انا قعدت ابني او بنتي على البوتي من اول 40 يوم، انا دربته، انا طبعا عارفة ان هو بيتحكم تحكم كلي،
بعد سنتين ونص او 3. ولكن اللي هو انا بس كنت عايزه اقول لك ان ده طلع فيه فئه كده وفي عالم كده، وان ده فعلا ما خيال، مش خيال علمي، ومش بيستعرضوا علينا، مش بيستعرضوا علينا. طلع فعلا في ناس بتعمل ده، وان ده برضو بيحسن التواصل ما بينك وبين الطفل. بس اعتقد بيعملوها كروتين، يعني اللي هو مش اللي هو بيقلعوا الدايبر ويستعدوا اكنه بوتي تريننج، لا، اللي هو كروتين مع الدايبر برضو. ابحثي في الموضوع لو انت يعني عندك استعداد ده. انا عن نفسي مش عارفه انا كنت هعمل ده ولا لا لو عرفته بدري، بس مش عارفه. التامي تايم ووقت البطن صدقيني بيفرق جدا 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 في تطوره الحركي. انه يطلب رقبته بدري، فبالتالي هيسهل عليكي تشيليه اسهل، وما تبقيش خايفه قوي انه يقعد بدري، وده هيسهل عليكي ان هو يطلب رقبته ويقعد بدري. الاكل هيقوي عضلاته فهيسهل حبه. يعني ما ادراك، يعني ما التامي تايم مش عايزه يعني خلاص. برضو من الحاجات المهمة جدا، واللي انا الصراحة يعني افرشي لابنك على الارض. دي معلومة دايما هتسمعيها من الناس الكبار، بس مش عارفة ليه الكبار اللي في حياتي ما كانوش محبذين ده. افرشي لابنك على الارض، ده وخديه معاكي في كل حتة. ده هيساعده في التطور الحركي، هيخليه فاهم، يبقى عايز يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا. أأمن. هتاخديه معاكي كل حته، بس طبعا بعيد عن النار والخطر، او مساحه المطبخ. يعني هتكلميه طول الوقت وانت بتنشري وانت بتعملي. اكيد مش بقول لك تحطيه على السور، يعني انت يعني ادركي ايه الخطر وابعديه عنه. افرشيله على الارض عشان حتى كمان تطوره الحركي يبقى اسهل. لو فرشيله حاجه طريه، لعبوا حواليه، قاعد قدامك انت طبعا تحت المراقبه، شايفاه اتقلب ما اتقلبش، اتعدل، قاعد مسنود مش مسنود، يعني المهم افرشيله على الارض. وانا عن تجربتي ان ماما وحماتي ربنا يبارك لي فيهم، هما كانوا بيخافوا على ابني قوي، فكانوا ما بيسيبوهوش ينزل على الارض بسهوله، او يخافوا يتخبط مش عارفه ايه بتاع. انا كنت بالعكس، انا كنت شويه جامده انا عليه في الحته دي. اول بقى ما قررت لا معلش يا جماعه انا عايزه اسيبه على الارض، بعدها باسبوع ربنا يحميه الولد بقى بيحمي. فانا ادركت ان فعلا الموضوع كان مهم، لان الموضوع فكره ان هو يتشال طول الوقت. انا بقولكيش ما تشيلوش، ما تحبوش، ما تحنيش عليه، انا بس بقولك افرشيله على الارض وما تخافيش. يعني امنيه طبعا كليا، بس بلاش الخوف الاوفر ده، لان هو ده اخر الولد حركيا. فاهمه قصدي؟ ف بس حب بقى، حب طول الوقت. بص، احضان عبريله عن حبك، بحبك في اللحظه، زهقيه انتي وباباه طبعا. طبعا انتي مش محتاجين، يعني انتي لو بتتابعي افلام اكيد معدى عليكي جمله ابي لم يكن يداعب شعري، امي لم تكن تداعب حواجبي. مش عايزين نسمع الحاجات دي ونقابل الامراض الاجتماعيه دي يعني لما يكبر. يعني يكفي ان انا اقول لك ان انا اكتشفت ان في حاجه، يعني عدى عليا في كتاب قديم قوي، ان في مرض اسمه التقزم العاطفي. وده تقريبا مش متاكده قوي، ابحثي عن الموضوع ده، ان هو نمو الطفل بيتاثر او بيقف لو ما خدش العاطفه او الحب الكافي ليه. يعني زهقيه حب، احضان طول وانت رايح وانت جاي، بحبك بحبك بحبك، افعال، كل حاجه. فخصوصا في اول جزء من حياته او في اول فتره من حياته، لان زي ما قلت لك ده اللي هيبني عليه بقى كل حاجه، صحته بقى النفسيه والجسديه، وده اللي يعني اول فتره في حياته دي اهم فتره هيبني عليها بقى العمر كله. كبرنا، وصلنا للاستكشاف. الطفل مش مسؤوليته ان هو يحافظ على الحاجه انها ما تتكسرش. يعني امنيله بيئه امنه، حاجه خايفه عليها قوي شيليها. هو مش مسؤوليته ان احنا نقعد نهاتر معاه ونزعق له ونزهقه، وهو عايز يعرف دي ايه. طب لو رميتها على الارض صوتها ايه؟ طب ينفع لمها تاني؟ طب ايه اللي هيحصل لما يحصل؟ هو عايز يشوف نتيجه افعال، هو عايز يقرب من حياه الكبار. انا كبرت، فانتي درج السكاكين يتقفل، المطبخ يتقفل، انتي مسؤوليتك تأمني له بيئة آمنة يستكشف فيها. هو مش مسؤوليته يحافظ على حاجة انها ما تتكسرش، ويحافظ على انتيكات، ويحافظ. دي مش مسؤوليته، هو فطرته ان هو طفل استكشافي. فانت ليه
بتعصبي عليه ليه هو دي فطرته، دي طبيعته، دي اصلا علامه نمو ونضج، دي حاجه تفرحك. الحمد لله ابني كبر، برافو عليه ما شاء الله كده. مش ان هو يعني فلت مننا حاجه ومسك كوبايه حاجه احنا ما خدناش بالنا منها، ما بنشدهاش ما بنجريش ندخل لا ما بنعملش كده. بنحاول نشتته بحاجه تانية، نلهيه في حاجه تانية بشكل ما ان احنا نعرف ان احنا ناخدها منه. عايز مثلا يعني ما بنتخانقش معاه، ده مش سن الخناق، لا. فتحنا درج بقى، فتحنا الدولاب. اولا لو انت يعني مش عايزه ده يحصل، فهو في الف طريقه ان انت تقفلي الدواليب والادراج والحاجات اللي انت خايفه عليها. طب فتحنا، والله هو لو مفيش حاجه خطر في الدرج، انا عن نفسي كنت بعمل ايه؟ تعالى الدرج ده فيه 1 2 3، بص ده وده وده وده، تمام. وبسيبه بقى يطلع يدخل يطلع نلم يطلع هو بتاع. هو اصلا يعني لما بيحس ان مش حاجه ممنوعه، معرفش ده في كل الاطفال ولا هو ابني بس كده ربنا يحميه، لما بيحس ان هي مش حاجه ممنوعه وماما عادي مش فارق معاها 20 30 مره هيزهق. عارفه لو هيتلهي فيها طول الوقت هسيبهوله، هجيب عامله له بيت ادراج على الاقل، دي فرصه جيب لي فيها كوبايه شاي، هقعد مع نفسي هقعد اتنح للسقف شويه. لكن مش حاجه اقفل الدرج واصله مش عارفه ايه، لا هو مش يعني فاهمه اللي هو سيبيه. عايز ريموت، انا عن نفسي مثلا اللي هو ايه عملت ايه، جبت ريموت قديم، رحت فكر الحاجه الخطر اللي فيه وغسلاه ومديهوله. عايز خد مشترك بايظ اهو العب فيه، ده بتاعك وده بتاعي انا. واشيل بقى الحاجات اللي انا مش عايزاه يلعب فيها من قدامه يعني. ويا ريت والله يتلهي فيها، صدقيني يا ريت يتلهي فيها، هتريحي. انت مش عارفه مصلحتك. طيب كبرنا بقينا بنتكلم، لقطنا كلمه وحشه قلنا فعل، عملنا فعل وحش، ما بنضحكش ونقول الله ده طفل شوف عمل، لا ما بنعملش كده، بنتجاهل. لان انت لو اديتي اول رد فعل هو بيراقب ردود افعالك، او هيعرف الكلمه دي لما اقولها ماما بتنبسط او ماما بتتعصب، انا كده وصلت اللي انا عايزه ولفت نظرها، طب انا هقولها كل شويه او انا هستفزها. لا ما بنعملش كده، بنحاول نتجاهلها اكنها ما اتقالتش تماما. ومع الوقت ومع التشتت بنسهيه يعني بنحاول ان احنا بنشتته عن الفعل ده فبيتنسى يعني. اعتقد ان انت لو التشتيت ده مر، فساعتها انت محتاجه ان حد يتدخل، ان هو يعني حد مختص يتدخل ان هو يخليه يبطل الفعل ده او يشوف ايه سبب الفعل اللي مش عاجبه ده. كان في كلمه قريتها غيرت نظرتي ل... لكل افعال ابني، ان هو اذا كان ربنا سبحانه وتعالى رفع عنه القلم، هو ما بيتحاسبش، انا اجي ازعق واضرب واحاسب و... واعنف ازاي، واعنف على ايه؟ على حاجه دي فطرته شخصيته، دي حاجه دي علامه نضج، ان هو بيستكشف، هو مش قاصده يعصبك ولا يضايقك، هو بس عايز يتواصل معاكي او عايز يعرف ده ايه. ساعات بيزن، ساعات ببقى مش فاهمه هو عايز ايه، بس انا بحاول انا في الوقت ده ان انا احضنه، انا والله بحاول افهمك، انا مش فاهمه انت عايز ايه. الزن طول وانا معرفتش هو عايز ايه، بحاول اشتته في حاجه تانية، بس صدقيني مش الحل. انا عارفه ان احنا ساعات كتير بنكون مضغوطين. انا عن نفسي يعني شخص بطبعي خلقي ضيق، يعني صدري مش رحب قوي، فكنت ساعات بضطر ان انا اسيبه مثلا مع باباه او حاجه واروح اوضه تانية، ادفن دماغي في المخده، اصوت اخلص صويت ارجع، عشان انا انسان برضو ليا طاقه، بس انا كنت بحاول بكل الطرق ان انا ما اوجهش طاقتي دي ليه. و... وفي الساعات يعني مثلا انا حصلت معايا تقريبا، ربنا يحميه يا رب، ممكن مرة او اتنين وبجلد نفسي فيهم جدا، لان انا ام وليا طاقة وجايز ان انا اغلط، طبعا ما عنفتش وما ضربتش، بس شخطت اتكلمت بنبرة حادة او حازمة شوية. بس ده في الاول وفي الاخر هو ملوش غيرك، وبيعرف الدنيا بيك انت من مرايتك، هو بيحبك، هو بيلفت نظرك، انت الحد الوحيد اللي في حياته، انت اهم حد في حياته اصلا. فهو مش ده قصده، هو بس كل حكايه بيحاول يتواصل معاكي، فرفقا بيهم عشان نطلعهم اشخاص
اشخاص اسوء. يعني دي مسؤوليتنا وامانه. وهو مش ذنبه ان انت مش في احسن حاله نفسيه دلوقتي، هو مش ذنبه ان انت خلفتيه والظروف مش في احسن وضع، هو مش ذنبه ان الظروف ساءت ايا كانت الظروف، هو ملوش ذنب في كل ده. فحاولي تفصلي ما بينه وبين مشاكلك، دي امانه. ده اكتر حد يهمك في الدنيا اكيد، ده احساس عند كل ام. وملخص ان هو ربنا سبحانه وتعالى رفع عنه القلم، انت اللي هتحاسبيه. برضو عشان اقولك للامانه انا مش دارسه، انا بس بتابع كتير، بحاول اقرا ادور على المعلومه. دي حاجات سهلت عليا رحله امومتي. لو انتي شخص مختص وشايفه ان انا قلت اي حاجه غلط عايزه تعدلي عليا، صدقيني انا هستقبل ده بمنتهى الصدر الرحب، لان ده دي مصلحه ابني ودي امانتك انتي ان انتي توصلي لي المعلومه وتعدلي عليا. لو عندك معلومه تانية ممكن تضيفها لي تسهل عليا تسهل عليا رحلتي، ارجوكي ما تبخليش عليا بيها، وانا هسعى بكل الطرق ناخد المعلومه دي منك اوصلها للكل. شكرا ان انت سمعتيني وان انت تابعتيني، شكرا على وقتك الثمين الذي لا يقدر بثمن. اتمنى ان دي ما تكونش اخر مره احنا نشوف بعض فيها. شكرا.